صباح الخير، صباح النور اخواني اخواتي، رحب بكم في وصفات مطبخ سلمان بهذا لي طاغتو سيترون مكاش لي زيت توقف معاك. نبداو بسم الله بالمقادير وطريقه التحضير. في ريسيبيون نجيبو 3 صفار بيض و3 مغارف حليب ونص كاس سكر خليط ما بين سكر كلاصي وسكر الحرش ومغرفه فاني. سعه الكاس 220 ملي. نخلطوا كامل هذه المكونات مليح حتى من يذوب عندنا السكر الحرش. يلزم ديروا سكر حرش باش يعطيكم قرمشه في لاباط ديالكم. وفي هذه المرحله نضيف 130 غرام من المارغرين تكون درجه حراره الغرفه. نزيدو نخلطو مليح حتى من تتمازج مع المكونات الاولانيين، ونبداو نضيفوا لها في الفرينه بلا عقل. ضفت لها لهنا كما كتشوفوا غير رشه صغيره من الخميره الكيميائيه، ما تكتروش سينو يضيفوا لكم كاع لي طاغ تاعكم. نبداو نطمو فيها برؤوس الاصابع ما تعجنوش حتى من تحصلوا على العجينه تكون بهذا الشكل. نديروها في ساشي ونحطوها داخل الفريجيدير تشدرها. وفي كاسرونه نديرو كاس عصير ليمون و3 حبات بيض، مغرفه فاني تكون صغيره، وكاس ناقص اصبع سكر حرش. نخلطوهم مليح ونديهم فوق النار حتى ما يديروا لنا فقاعات ويعقد الخليط ديالنا. نحيوهم فوق النار. نضيفوا له 100 غرام من المارغرين، نغطيوها او كونتاكت حبوا بكيس بلاستيكي ولا بابي فيلم، نحطوها بجهه حتى من تبرد كامل وندخلوها تاني الفريجيدير نخلوها حتى من تشدرها. نجيبوا العجينه تاعنا من بعد ما كانت جالسه ربع ساعه، نرشوا لها شويه فرينه فوق لو بلون دو طرافاي، نفتحوها تكون بالسمك هكذاك حوالي 3 ملم. نجوزوها هكذاك نروليوها في الرولو. هنا بارده تجي لي سهله باش نتعامل معاها، لو كان راهي سخونه ما تقدروش تتعاملوا معاها بسهوله. نستف لي مول تاعي من تحت كيما شفتوهم. قد ما تكون عندكم كميه كبيره قد ما تفتحوا العجينه اكبر وتستفوا على حسب واش عندكم لي مول. بعد لهنا قلت لكم حليتها شويه خشينه باش تجيني سهله، باش بعدا اونكا خصني شويه عجينه كي نبدا نطلع مع لي كوتي تطلع لي فاسيلمون. ما تنساوش هذه المرحله اللي قلت لكم عليها. ونقعد ندي ونجيب في الحليوه حتى من يتقطع لي كامل العجينه هذيك على حساب لي مول تاعي. ومن لهنايا شفتوا كي دي فوات كي نبدا نخدم عندي شويه لداخل الهواء، لازم تثقبوا وتخرجوه كامل، هذاك الهواء كامل تخرجوه باش من بعد لي فون دو طاغ تاعكم ما يجيوكمش من تحت معوجين. ومن بعد نحكم الاطراف نجوز لهم كامل بالموس ونعاود لهم صبعي باش ما يقعدوش هكذاك مخربشين. وفي هذه المرحله كنت سخنت الفرن ديالي، شعلته على 180 درجه، ما تشعلوش قوي باش يتحمروا فيه قلهم، وقد ما يقعدوا هكذا كريستيونت. طريقه الطبخ تاعهم تخليهم يتحمروا من تحت، كي يتحمروا من تحت شعلوا لهم الفوق. اللي عندها المروحه باينه تشعل غير من تحت ومن بعد هما يتحمروا وحدهم. انا كان عندي عده انواع من ليمول، بصح كنت استعملت غير هاد ليمول وهذوك طوال هنا ما كان. نجوزو لاميرينغ، شتو 3 حبات بيض هذوك اللي نحيت لهم البياض، نجيبو 3 بياض بيض وكاس ناقص اصبع سكر خاشن. نطلعوا قبل البيض مليح حتى من تشوفوا يولي لنا هكايا بهذا الشكل رغاوي. ومن بعد هذيك الكميه تاع السكر نقسمها على 3، خلطوا مليح حتى من يذوب لكم كامل السكر وتحصلوا على منقال العصفور هذا اللي تشوفوا فيه. ولا هنايا صورت لكم هاد لي فون دو طاغ، تشوفوا كيفاش خرجوا هايلين بزاف ولا اروع. والتحميره كما تحبوا نتوما. راح عمرت لا كريم سيترون تاعي داخل لابوش. شوفوا القوام تاعها شحال جا هايل، جا بزاف رائع. والكريمه هذه تمشي اقتصاديه مليحه لاصحاب المشاريع. اللي سيوها كامل هكذا من الفوق باش بعدا كي نجيو نديرو فوقها لا ميرانغ تجينا سهل ويجي الشكل تاعها اشباب. نكمل كامل الكميه اللي عندي ومن بعد نجوزو مباشره نوريكم كيفاش نفورمي لا ميرانغ فوق الحبه تاعنا. وقد ما بالمناسبه قد ما كان المول تاعكم تاع لي طاغت صغير، قد ما تجيكم هذيك الورده من فوق تجي شابه احسن واحسن. هو المول مخير قاعديك 4 سنتيمتر. لهنا كتبت لكم رقم القمع اللي استعملته، تحطوا هكذايا وطلعوا يديكم ما تركزوش لتحت باش ما تجيكمش راقده. قد ما طلعوا يديكم قد ما تجيكم الحبه تاعكم شابه. نبداو من الوسط ندوروا شغل توربيون ونروحوا مع ليكوتي. لهنا نرفت لكم هي ماما تحطيها فوق الطابله وتحطيها بطريقه عموديه وتبداي تشكلي فيها باش تجيك الحبه شابه خير. رقم القمع 347 بالي كتبته لكم. ومن بعد هادو درتهم هكا، هادوك طوال درتهم على شكل زيكزاك، لان كي تحطوا لاميريك لازم ديروا بشكل دائري باش تجيكم هكا محروقه شابه. لو كان ديروا بطريقه عشوائيه ما تجيكم ماهيش راح تجيكم مليحه. شوفوا انا ندور نبدا من الوسط ونروح وندور باش تحصلوا على لا كولور هذه شابه تاع الورده، ما تنحرق لكمش بطريقه عشوائيه. لهنا رشيت لهم شويه سكر من الفوق اختياري، تحبوا نديروها تحبوا لا مي تعطيكم نظره شابه. في الاخر هذيك النتيجه اللي تحصلت عليها وعلى اروع شكلا ومذاقا. نشوفوا الحبه كي نقسمها القوام تاع الكريمه مام لا ميرانغ جات بطبع كيما نقولوا. لا تنساو تجربوا الوصفه وتخليوا لي رايكم
أسفل في التعليقات. لحقنا لآخر الفيديو، ما تنساوش ديروا اشتراك وديروا جيم باش تلحقكم كل حاجة جديدة. أتهلا في رحمتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.